إليكم بحمد الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني ربنا أكرمنا ومن علينا بعالم متخصص في الطب، هو الأستاذ الدكتور مجاهد أبو المجد، الأستاذ بكلية الطب جامعة المنصورة. مرحبا بك أستاذ. مرحبا بحضرتك. هل تسمح لي ندي ملخص بسيط كده علشان لو حد لسه بيتابعنا وما شافش الجزء الأول من الحلقة؟ الموضوع الإلحاد واختراق الهوية، استلاب الهوية الذي يراد بهذه الأمة. القوة الناعمة، القوة الناعمة التي ليست صاروخا وليست قنبلة وليست قوة عسكرية، إنما الثقافة، الإعلام، الفن، هذه القوة، المال. القوة الناعمة بتعبث الآن في الوطن، في الأمة، في التفكيك، محاولات إثارة الفتن، محاولات يعني جعل المشهد فيه ارتباك كثير جدا. ليس هذا فقط، بل يعبثون في عقول الشباب. وظهر استخدام مواقع التواصل الاجتماعي إنها بدأت تروج لفكرة الإلحاد، وكتبوا ملحد صميم، ملحد وأفتخر، ملحد مصري. لماذا أنا ملحد؟ دي واقع موجود، ويجب إذا كان فيه واقع ألا نتنكر له وندفن رؤوسنا في النعام، بل ينبغي أن نواجه هذا الواقع. زي أنتوا أسيادنا الأطباء بتعلمونا إني أعترف بالمرض، وإني أروح للطبيب، وإني أخذ العلاج. فهم بيقولوا أنا يعني بيقول لماذا أنا ملحد؟ بيقول يعني الدين ده فكرة عقلية، ما هوش وحي من عند الله. بيقول إن احنا بنؤمن بالقدرة المطلقة للوجود الإنساني. بيقول الكون ده مادة ومفيش حاجة اسمها غيب والكلام ده. وبيقولوا إن الإسلام خطر على الحضارة وعلى الثقافة وعلى المرأة والكلام ده اللي بنسمعه كله. وبيقولوا أكبر شاهد ودليل أحوالكم يا مسلمين، أحوالكم إن أنتوا مش قادرين تعملوا حضارة عندكم، مش قادرين تعملوا شوارع نظيفة، مش قادرين تعملوا قاعدة علمية سليمة، مش قادرين. الدول اللي قدرت تعمل كده هي اللي فيها المذهب الليبراري ويؤمن بفكرة الحرية، العلماني والمرجعية العقلية، الديمقراطية وليست الشورى. وحتى البلاد الإسلامية اللي قدرت تنهض زي تركيا مثلا، نهضت بمذهب علماني بديمقراطية وليس بمبدأ الإسلام. فلازم بقى تعترفوا بأن أنتم مستهلكين للحضارة ولستم مشاركين فيها. باختصار، سيدنا الدكتور محمد السيد الجلياند، هذا المفكر الإسلامي والأستاذ الدكتور للفلسفة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة القاهرة، قال لنا إن هو راصد الظاهرة دي على مدى حياته وكتب فيها كتير، ويقول إن لها أسباب. أسبابها في إن التربية والتعليم انفصلت التنشئة الحقيقية، وانفصل الدين عن المعلومة، وبقت معلومة مجردة تطلع إلحادية، تطلع ملهاش صلة بكذا زي ما تطلع. والمسجد ما أسس الداعية على إن يعلم الناس رسالة أو يتكلم بالمنهج العلمي أو يخاطب بالدليل العقلي، لا يقول قال الله وقال الرسول، والذي لا يؤمن بقال الله وقال الرسول يضرب راسه في الحيط زي ما بيقولوا. الأسرة في البحث عن المادة غابت الأم وغاب الأب، واستقالت الأسرة عن دورها في البناء. مش البناء إن يجيب له أكل وشرب وملابس ويخرج يتفسح، لا، بناء عقله وبناء قلبه وبناء سلوكه. الإعلام في عالم مفتوح حصل غزو تمام، وبدأت تشوه الأفكار، وبدأ يجاوب على بعض الحاجات، المادة والغيب وسمعناه، وقال إن كيان المادي إنما هو فيه أكبر دليل على الغيب، وأكبر غيب عندنا ربنا سبحانه وتعالى. وبيقول أوروبا لم تتقدم لأنها تخلت عن الدين، لا، الحضارة لها أسباب، فخدت بأسباب التقدم، بأسباب العلم فتقدمت. وإحنا ما تخلفناش عشان إحنا مسلمين، لا، التخلف ليه أسباب، فلما وقعنا في أسباب التخلف تخلفنا. لكن أوروبا ما تخلتش عن دي أكذوبة، تخلت عن الدين
وبتقول لنا بقى انتوا تخلوا عن الاسلام عشان تتقدموا. لا، هو التقدم والتاخر ليه اسباب علميه ملوش دعوه بالحكايه دي، ووعدنا ان شاء الله وندعي له ربنا يوفقه ويجزيه عننا خير ان يكمل هذه المنظومه الان، وهذا مهم الان مع ادله اخرى، مع رؤيه علميه اخرى. وانا مش هسيب استاذنا يعلمنا وهبطل كلام علشان استفيد من علمه زيكم واقعد في الصفوف معاكم. استاذنا، الالحاد وحقائق العلم هل ليها كلام نتعلمه من حضرتك؟ اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الأمين محمد صلى الله عليه وسلم. في الحقيقة يعني أنا هتكلم كلام علمي بحت. نعم. يعني وهبسط المعلومة بصورة بسيطة جدا بطريقة حوارية. نعم. على أساس إن احنا يعني نوصل للحقيقة إن شاء الله. نعم. الحقيقة طبعا حقائق العلم كل يوم بتزداد بصورة كبيرة جدا. نعم. يمكن كل ثانية بيبقى فيه حدث علمي جديد، واحنا في فترة الانفجار المعلوماتي. نعم. ده إذا جاز لنا ان احنا نسميه بهذه التسمية يعني. نعم. المفروض الانفجار المعلوماتي يقود إلى الإيمان يعني، وليس العكس. وهنشوف وهندلل على هذا الكلام. يعني هندلل على هذا الكلام. نعم. على أساس إن يعني أبنائنا وطلبتنا والولاد الصغيرين يحاولوا يعني يتابعوا معانا خطوة خطوة. حاضر أستاذنا، اتفضل. فأنا هتكلم زي ما حضرتك قلت على حقائق مادية. نعم. وبرضو أنا هجيب الكلام ده من المراجع الغربية، مش هقول مراجعنا هتقول إيه والكلام ده هيقول إيه. نعم. لأني بفتكر يعني كلمة يمكن أنا قلتها في حلقة قبل كده، لما بنقول الدليل من الغرب كأنك بتكسب مباراة بلمس الأكتاف. نعم. الناس بتبقى منتظرة. أيوة. مع إن الحقيقة إحنا أصحاب المنهج العلمي، وإحنا اللي حطينا جذور المنهج العلمي في التفكير. نعم. لكن خلينا نروح ناحية الحقائق. نعمل لمس أكتاف. نعمل لمس أكتاف. اتفضل. وبطريقة سهلة جدا ومبسطة إن شاء الله. الحقيقة وقع يعني نظري على اكتشاف مذهل. نعم. وأنا بقول مذهل لأنه زي ما هيشوف اللي بيتابعني. نعم. الاكتشاف ده إن هم اكتشفوا مراكز وسموها مراكز الشفاء بالمخ. وقالوا إن المراكز دي تنشط بالإيمان والخشوع، مش مادة بقى. نعم. مش بدي دواء ولا مادة كيميائية تنشط هذه المراكز. لا لا. وعشان كده ألفوا كتب سموها بيولوجية الإيمان. الإيمان ده له بيولوجية. الله. يعني حتى لو هم إخواننا. يعني إيه بيولوجية؟ عشان ما هو أنا جاي للكلام ده الحقيقة يعني. اتفضل. الإخوة يساعدونا. يعني جيبوا لنا بقى اللي اتفضل أستاذنا. بالظبط كده. ده الاكتشاف. لو جبنا الصورة اللي بعدها هنجد مكتوب كده تحت: قبل الثورة العلمية المحمومة اليوم لاكتشاف المجهول، لم يكن لبشر المعرفة بوجود مراكز في المخ تنشط بالخشوع في العبادة واليقين في الإيمان، فتعمل على شفاء النفوس والأبدان. الله. وأنا عاوز أحط كذا خط تحت كلمة الأبدان. نعم. زي ما هنشوف دلوقتي. لو تابعنا الصورة اللي بعدها هنجد أن القرآن قال: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. نعم. فهو هنا في 3 كلمات: الإيمان والهدى والشفاء. نعم. ويمكن لا أجد كتابا وضع الربط بين الإيمان نعم والهدى والشفاء إلا القرآن الكريم. نعم. ويمكن في سورة الإسراء: نعم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. نعم. يعني شفاء ورحمة برضو لمين؟ نعم. للمؤمنين. وكأن القرآن بيلفت النظر إلى، وكلمة شفاء هنا يمكن حضرتك أدرى مني جت نكرة. نعم. والنكرة هنا تعني العموم. نعم. فهو يعني شفاء الأبدان وشفاء الأنفس. نعم. ما نقدرش نقصرها
على أحد الطرفين. على معنى دون معنى. لازم نوسع المعنى، لأن القرآن ما قالش وننزل من القرآن يعني ما هو الشفاء، لا، ما هو شفاء. فهنا شفاء عام، يعني الشفاء عام. طيب نتابع مع بعض كده. ممكن نسأل حاجة بسيطة بعد إذن سيادتك؟ يعني عندنا في اللغة يقول إيه؟ هو لم يذكر الوسيلة وذكر النتيجة. بالظبط. لم يذكر العلاج الذي قد يجدي أو لا يجدي، ولكنه ذكر النتيجة، مع أن أطباء الدنيا كلها مع كل الإجلال لقدركم وعلمكم هم في مرحلة العلاج، والشافي هو الله، وربنا ذكر النتيجة شفاء ولم يقل علاج. تفضل أستاذ. فأنا عاوز أقول إن الشفاء هنا يعني شفاء عام للأبدان. طيب أنا عاوز أوصل ونتابع مع بعض الصور اللي بعد كده. نعم. وكمان أقلب الصورة اللي بعدها كمان، يعني يا ريت يتابعوني كده. الصورة اللي بعدها واللي بعدها كمان في صورة رائعة جدا هتيجي دلوقتي. نعم. وعاوز الناس بس الصورة اللي بعدها كمان. أيوة. أنا عاوز الناس يبصوا للصورتين، الجمهور العزيز اللي بيتابعنا يبص للصورتين. في صورة مكتوب تحتها during praying and meditation، أثناء الصلاة وأثناء الخشوع، والتانية out of praying يعني بره الصلاة، خارج الصلاة. خارج الصلاة. طب أنا عاوز نتابع، هل في فرق بين الاثنين؟ أقرب الموضوع للمشاهد شوية. ده رسم معمول بالرنين المغناطيسي الوظيفي، ودي أحدث اكتشافات الدنيا. يعني ده أستاذنا واقع متصور. ده واقع متصور. أنا ده واقع متصور، وهذا الواقع مش من عندي ولا ده واقع من الخارج من بره. نعم. لما نبص كده، أنا عاوز بس أقرب الصورة، لأن ممكن واحد يقول لي ما هو شبه بعض أهمت، وفي فرق إيه؟ هقول له بص على الحاجات الحمراء. أيوه. اللي مرسومة وتحتها خلفية صفراء. نعم. في فرق بين الاثنين ولا ما فيش فرق؟ في فرق. في فرق. طيب الأحمر أكتر فين؟ ديورنج برينج، بالظبط كده، أثناء الصلاة. بالظبط. الأحمر أكتر أثناء الصلاة. يعني تلاحظ على إيدك اليمين وأنا قدام الشاشة في هنا أحمر وهنا ما فيش أحمر. بالظبط كده. يعني وده معناه الأحمر في منتصف الدائرة، هنا أسفل 3 نقط، وهنا نقطة واحدة.